السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على الدعم الخرافي بآخر مقطع، تقريبا وصلنا 1300 مشاهدة، شكرا لكم. بس مع ذلك أكو 95% من مشاهدين القناة ما مشتركين. واي اشترك عزيزي عمود نوصل أكبر عدد ممكن من المشتركين. وإذا أنت تشريم علينا انشر القناة أو انشر المقطع أو شاركه عند أصدقائك أو الجروبات اللي عندك عمود تصعد القناة أكثر وأكثر. موضوعنا اليوم راح نحكي عنه هو المسرح العراقي. شنو سبب هبوط المسرح العراقي؟ وليش المسرح العراقي يعتبر واحد من أسوأ المسارح بالعالم؟ خلينا نحكي بتفاصيل المسرح شوية. خلينا نشوف شلون بدأ المسرح العراقي أصلا. بدأ المسرح العراقي بالقرن الثامن عشر بمدينة الموصل تحديدا، وبمدينة الموصل هناك قدموا بعض العروض المسرحية بالكنائس والمدارس. من خلال هاي الفترة صارت هواي من المسارح وانتشرت هواي من العروض، وكانت أول مسرحية باسم لطيف خو شابه، أعتقد هيك اسمه I think. بالزمانات كانوا يعتبرون المسرحية وسيلة لإيصال معاناتهم، ويوجهون من خلالها رسالة معينة يريد يوصلونها. وبعد فترة انتقلت المسارح إلى مدينة نينوى وبغداد وانتشرت بأنحاء العراق، وكانت أغلب هاي المسارح تقدم بالمدارس، وكانوا مخرجي المسارح اللي يقدمونها بالمدارس هم المدرسين، والطلاب هم الممثلين. هاي يقدرون تعتبرونها مقدمة عن بداية المسرح العراقي. لكن هسه الوضع اختلف. هسه العائلة العراقية من تريد تدخل مسرح على مود تتونس تلقى المسرح مقلوب نادي ليلي. هسه العائلة العراقية من تريد تروح تنفه عن نفسها تلقى المسرح مقلوب مغريات للشباب. هسه العائلة العراقية من تريد تروح تتونس وتطب للمسرح تلقى المسرح عبارة عن إيحاءات ونكت تافهة. شنو اللي وصل المسرح العراقي إلى هذه الدرجة؟ وشنو الأسباب اللي وصلت المسرح العراقي إنه يصير واحد من أسوأ المسارح؟ برأيي المتواضع المسؤول الأول والأخير عن انهيار المسرح العراقي هم المنتجين، لأن بكل اختصار المنتجين مسؤولين عن كل شيء بالمسرح، عن التمثيل، عن الإخراج، عن كل شيء يخص المسرح. لأن بطبيعة الحال أنا وأنت عزيزي المشاهد نعرف أن وظيفة الفنان هو تمثيل السكريبت المكتوب لا أقل ولا أكثر، وكانوا الفنانين اللي يطلعون بالمسرح هم ضحايا هذا السكريبت التافه واللي ما يمد لأي صلة بالفن العراقي. قبل فترة طلع كاظم مدلل بلقاء وقال الآتي: كمسرح أكيد راضي، لكن ندمان على بعض الشغلات اللي يسويها. يعني مثلا الرقص على المسرح. اي طبعا، يعني بصراحه مع احتراماتي وجل احترامي للفنانين كلهم، عندما قاعد اشوف حاليا الاعلانات مرات بالصدفه باليوتيوب، عندما يعني اتصفح اليوتيوب اشوف فنانين يرقصون، ويعني اشوف ما مبرر الرقص. طيب لعد رقصك انت قلت اشوف انا كنت ضحيه لهذا الموضوع. ما هو انت هم رقصت على المسرح. صح، وانا الاعتراف بالخطا شنو؟ فضيله. انه انا كنت منجرف هذا التيار بدون ما احس به. سبحان الله نزار، والله العظيم. مثل ما قلت لكم الممثل هو ضحية هذا الشيء اللي جاي يصير، يعني هو مسؤول عن تنفيذ السكريبت اللي مكتوب بالحلقة أو بالمسرحية، والمنتجين هم اللي يحددون دور الأشخاص والشخصيات اللي ياخذونها وكل شيء يخص التمثيلية. فهنا من خلال السكريبت يبين جودة المنتجين، ومن نشوف مسرحياتنا الحالية راح تشوف جودة المنتجين العالية. تحس عقول المنتجين مو يم التمثيل أساسا ولا يمهم، تحس عقولهم مكان كله أضواء ملونة ويتحركن يعني حرفيا تحس المنتج يدور حنان ما تدري شلون. من تشوف المسرح المصري او المسرح الخليجي تحس العائله هناك صدق تتونس، يعني حرفيا من تدفع فلوس حرفيا تطلع الفلوس ابو الفلوس. بس هنا عندنا من تروح العائله عمود تشوف المسرح تتونس، ترجع العائله مدري متخربطه. الولد قبل يريد يزحف، هنا المراه تريد تطلق من رجلها، الابو يريد يتزوج 4، ما تدري شو يريد يسوي. اكو لقاء ثاني لفنان ثاني كبير واللي هو سعد خليفه، قال بي شغله جدا مهمه. ما يصير. نعم. وعيب اركز على كذا، عيب وما يصير وحرام نتقارن احنا ويا الفنانين العرب. لا اجورنا مثلهم، مواكب مقارنه، لا اهتمامنا مثلهم، لا رواتبنا مثلهم، لا للانتاج يعني اجورنا مثلهم. نعم صحيح. يعني هم هناك مثل العربي المصري ولا اللبناني. نعم. ولا السوري يختلف ولا يعني الخليجي. الفنان العراقي ياخذ اجوره يقعد سنه مرتاح. صحيح، اجوره هنا. احنا يجي الفنان العراقي فنانين نجوم الحلقه وارقه. وين برا الكومبارس ما يقبل 10 اوراق 5 اوراق.
صحيح. كومبارس مالهم. زين. يعني بدل ما يقدرون الفنان العراقي ويحاولوا يصعدون سمعة المسرح العراقي ويحاولون يطورون من جودة المسرح العراقي، لا بالعكس يبتزون الفنان العراقي. لو تشتغل بالسعر اللي احنا نريده، لو نجيب فنان، اي فنان يقبل بالسعر اللي احنا نريده، حتى لو كان الاداء مو ذاك الاداء، حتى لو كان الاداء رديء، حتى لو كان المسرحية راح تطلع مو حلوة، اهم شيء تشتغل بالسعر اللي انا اريده. وهذا حرفيا طامة كبرى، طامة كبرى. والسبب انه الفنانين راضين بهيك موضوع وبهيك اجور انه حرفيا ماكو شغل ثاني يشتغلونه. يعني تخيل سعد خليفه بعمر ال 61 يشتغل عماله، تركبوا بعقلك هاي؟ مستحيل. ابتزاز علني هذا. لو تشتغل بالسعر اللي انا اريده، لو لا ما اجيبك او ما خليك تمثل اصلا. فانا من الطبيعي الفنان يرضى بالاجور المطروحه عليه وما له حق يطالب بالاجور اللي هو يريدها او اللي هو يستحقها. لو مباوع على اجور الدول الاخرى، انا ما ادري شنو وضعيتي والدول الاخرى خاصه مصر، يعني لو مباوع على اردأ ممثلين من الدول الاخرى، الممثل هناك اقل شيء ياخذ $1000 على الحلقة، وهنا يعطيك $100 على الحلقة وما راضي، ما من ورا خشمه، ما عاجبني، اريد اقل، اريد تشتغل ب$50. ترضى لو ما ترضى؟ بس بعد اكو سؤال هم محيرني، يا ترى اجور الفنانين نفس اجور الفنانات بالعراق؟ بالحقيقة لا، واني وانت عزيزي المشاهد نعرف ليش. نعرف اكو تحيز من جانب الفنانات، وهذا ابسط شيء يبين لك معاملة المنتجين ويا الفنانين العراقيين، وهذا وحدة من اسباب انهيار المسرح العراقي. اكو هواية اسباب بعد لانهيار المسرح العراقي، بس تونا خلينا نخلص الدري لين ما افتهم شيء. اكو بعد هواي اسباب لتردي المسرح العراقي، ومن عندها التنمر. يعني تخيل يجيبوا لك فنان كبير جدا لكن عنده او عيب خلقي او الله خلقه بهاي الهيئه، يجون يكضونه بالمسرح ويسلقونه سلك تنمر، يكضونه من بدايه المسرحيه الى نهايتها، بس يعيبون على شكله. باخر كم سنه علي فاضل وكادر ولايه بطيخ حولوا برنامجهم من برنامج تمثيلي بحت الى ممكن مسرح وتمثيل، نقدر نقول او نقدر نسميه بهذا المسمى. حاول يعيد هيبه المسرح العراقي ولو بشيء بسيط، والحمد لله جاي يصعد فنانين شباب وصاعدين ولهم مستقبل، وهذا الشيء اللي نريده. واحكي لي عزيزي المشاهد رايك بالتعليقات، شنو سبب انحدار او انهيار المسرح العراقي بشكل عام؟ كان وياكم احمد البرطوشي، وقبل لا انهي المقطع تذكير اشتركوا بالقناه لان نسبه 95% مو هينه، يعني تقريبا يعني ما حد مشترك بالقناه، انتم يعني اشترك عزيزي. مع السلامه.